يخني الفراخ. السلام عليكم، دي وصفتنا النهارده ان شاء الله. هنعمل فراخ بالخضار على طريقه عادل امام، بس على طريقتي انا النهارده. هنشوف هنعملها مع بعض ازاي. احلى خضار ممكن تاكله مع فراخ. انا عندي فراخ اي حاجه بقى، فرخه كامله. انا كان عندي ده بصراحه وراك، وقطعتها الورك 2. وبعدين انا عندي بصلتين كبار بقطعهم كده كبيره مش صغيره. وبعدين بحط التوابل، ملح، كمون، فلفل، بهارات، ثوم وبصل بودر وكزبره. تمام. وعندي مسمار. وبعدين بحط التوابل دي على الفراخ وافضل اقلب فيها. اي خضار، اي توابل عندي، التوابل اللي انت بتحبيها، مش شرط تتقيدي بالتوابل بتاعتي. اقلبها بس تقلبتين وارفعها على النار على طول. اسيبها مع بعضها كده تسلي مع بعضها حوالي 7 دقايق. انا نسيت احط ورقتين لوري. تمام. اسيبها 7 دقايق دي تعمل مع بعضها كده، تنزل شويه الميه اللي فيها. وبعد كده هروح جايبه لتر ميه واكبها عليه، احطها عليه. تمام. وبعد كده هسيبها غطيها. طبعا هشوف طعم الملح واظبطه. عندي بقى الخضار بتاعي، بصل، انا اسفه، بطاطستين وجزر وكوسه، الكميه اللي انت عايزاها. وبعد كده بقلبهم. طبعا بظبط الملح وبغطيها وبسيبها كمان 10 دقايق لحد ما كله يستوي مع بعضه. تمام. وبعدين الفراخ بتطلع شكلها بالشكل ده. هي مش عاطفي، لا، هي طعمها جميل جدا، بس عشان الشكل بس. فانا بعمل ايه؟ بجيب كاتشب، معلقتين كاتشب او صلصه اللي عندي، احط عليها ليمون وخل. تمام. وادهن بس كده بالفرشه عشان بس تاخد تشميعه في الشوايه، تحمر يا دوب. وده شكلها بعد ما يطلع. احلى طبق خضار واطعم والذ فراخ ممكن تاكليها، احلى من المسلوقه بكتير جدا. انا بكتفي بالطبق ده لوحده. لكن عملت برضو ملوخيه ورز عشان الناس اللي بتحب طبعا تتمزج في الاكل كده وتنغم في الاكل. يا جماعه بالهنا والشفا. يا جماعه بالهنا والشفا ان شاء الله. يعجبكم الطبق وجربوه وقولولي كده، نكون عملنا مع بعض وصفه